انت ماشي ورايا ليه؟ اعتبريها مجرد صدفه. صدفه؟ هو فيلم عربي؟ انا عن نفسي بعتبره حلو، ولا انت شايفاه كابوس؟ انا عن نفسي شايفه ان حضرتك مصر انك تعاكس واحده متجوزه. واقع في مشاكل. شؤون اجتماعيه حضرتك؟ حلال مشاكل؟ انت مشكلتك ايه؟ انا مشكلتي وقعت فيها من الصبح لغايه دلوقتي مش لاقي لها حل. انا شايفه انك تخليك في حلمك احسن. يا ريته مضمون. المضمون اللي احنا عايشينه دلوقتي. عايشينه دلوقتي؟ هو ايه بقى اللي احنا عايشينه دلوقتي؟ بس انا احب اعيش اللحظه. بس انت غاويه بوظيها كل مره. اكيد ما انت مش فاهمه حاجه. استاذ غريب. غريب عجيب. انا مش فاضيه للكلام الفارغ ده. استني بس، انا صاحب الاستاذ ضياء. والله؟ وايه كمان؟ مش مصدقاني. الاستاذ ضياء توفيق، صح؟ صح. وانت بقى متعود انك تعاكس مراتات اصحابك؟ ثم ان الضياء لما شافك ما قالش انه يعرفك. كان لازم يعمل كده. يعني ايه؟ مدام هدى، مش هدى برضه؟ انا هنا مع سبق الاصرار والترصد. استاذ عجيب. غريب. دي فيها اعدام. ثم انا عايز اعرف انت عرفت منين انا هنا؟ واضح انك ماشي ورايا من ساعه الكوكتيل. صدقي بالله انا دايما سابقك. متهيألي انه الضياء لو كان صاحبك بجد هيبقى له تصرف تاني معاك. طب ايه رايك بقى ان الاستاذ ضياء هو اللي بعت لي؟ اولا ضياء ما يعرفش ان انا هنا. ثانيا هيبعتك ليه بمناسبتي؟ عنوانك 13 شارع الجبلايه عماره ليبون. صورتك متعلقه في شارع طلعت حرب من 8 سنين. صح. مين دول؟ مش هينفع الكلام واحنا مبلولين. نتقابل بعد نص ساعه في البار واحكي لك على كل حاجه. اوكي؟ شكلك هتبقى اوكي. الو. الو. عصمت. حصل ايه؟ بتحتفل بيه يا استاذ غالي؟ لسه بفكر في مناسبة. اتفضلي. ميرسي. ودي تيجي على الأقل تشاركيني. في ايه؟ في إن احنا نفكر في مناسبة. انا ما عنديش وقت للاحتفالات. انا جيت هنا كريوسيتي، حب استطلاع، وافتكر ان ده شيء طبيعي. على فكرة انا كلمت ضياء، لقيته في المكتب ولا في العربية. لو كلمتيه دلوقتي هتلاقيه موجود. أصل مستني إن أنا أكلمه عشان أأكد له إني قابلتك. طب ما تكلم؟ لأن كنت لازم أتكلم معاك أنت الأول. بس كل شيء في أوانه. بصحتك. طب في صحة ضيق. انت عارف انك غريب بحقه حقيقي. كفاية لف ودوران. عندك حق. أنا من ساعة ما جيت وأنا عمال ألف وأدور. من ساعة ما وصلت. من فين؟ من آخر الدنيا.
انت عارفه حمام السباحه ده كان اخر حاجه تخطر في بالي. اشتريت له مايو كله عشان خاطري. وضيا كان عايزك تقابلني ليه؟ انت بقى اللي لازم تقولي لي. انا؟ انت برج ايه؟ هتشوف لي البخت؟ شكلك عقرب زيي. انا قلت كده برضه. ما هم العارف زي بعض. احكي لك بقى يا ست على الحكايه. لو كنت عاوز تحكي لي قصة حياتك مفيش داعي. الصبر. على فكره الصبر صفه مش موجوده في العقارب. الصبر له حدود. وبالمناسبة أنا الجوزاء مش العقرب. إيه بقى الموضوع؟ انا اول ما جيت من بلاد الانجليز، اصلا من المنصوره، بس جاي هنا زياره. عشت هناك بقالي كام سنه، تقدري تقولي كده استقريت يعني. إيه؟ كنت بتغسل صحون؟ ولا بتكنس الشوارع؟ غسيل صحون حصل، كانت الشوارع لا. المهم دلوقتي انا تقدري كده تقولي رجل اعمال زي جوزك بالظبط. هو ده مشاركك في حاجة؟ حاجه كده. فهمت. بعتك تاخد فلوس مني. مش قوي كده، هو اللي اداني فلوس. ايه؟ عمولة ولا بقشيش؟ تقدري تقولي مقدم اتعاب. انت عارف ان انا كان زماني راكب القطر دلوقتي، بس اليوم ده ما طلعليش على بال ابدا. هو ايه ده بقى اللي ما طلعش على بالك ابدا؟ ضيا؟ انت. انا؟ من اول ما شفتك حبيت احميكي. بادي جارد يعني؟ احميكي من جوزك. ابتديت تخرف. جوزك عايز يقتلك. لحد كده وكفايه. طب ايه ولو انك تجنني وانت متنرفزه، هي الفلوس سبب البلاوي اللي بتحصل في الدنيا دي كلها. ولا يهمك. انا عمر الفلوس ما كانت تهمني. انا عارف. اديني فرصه اشرح لك كل حاجه. انت لو ما مشيتش دلوقتي حالا هوديك في 60 ده. اسمعيني بقى. اقفل ايدك. كل اللي انا عايز اقوله لك افهمي. افهم؟ انت مين انت؟ عاوز مني ايه؟ دخلك ايه في حياتي؟ انت نصاب ولا ايه حكايتك؟ انت لو ما مشيتش دلوقتي حالا انا هحطك في السجن، انت فاهم؟ نزل ايدك.
والله العظيم. رد عليا يا فرج. الو، في لخبطه حصلت يا فرج. اهدى بس. ايه اللي حصل؟ الغي لي كل حاجه يا فرج. مش تشرح لي ايه اللي حصل الاول؟ رجعت في كلامي. اعمل اللي بقول لك عليه. حاضر حاضر. بس ايه؟ هم اتصلوا عن طريق الوسيط اللي بيننا. تليفونك كان ضاع منهم. هم مين دول؟ ومين عصمت ده، راجل ولا ست؟ دول ناس محترفين. عصمت ده تلاقيه اسمه خلاص. المهم تلغي وخلاص يا فرج، الغي واديهم اللي هم عايزينه، وبكره تعدي عليها تاخد الفلوس. يا ضيا بيه، هي دلوقتي مش حكايه فلوس. امال حكايه ايه؟ حكايه ان اعطر عليهم. هم اكيد هيتصلوا بيك الاول. اتصلت وما ردتش. ما ردتش ليه؟ ما ردتش وخلاص يا فرج. يبقى هيعدوا عليك. اديتهم عنوان المكتب والبيت كمان. كانوا مصرين عليهم علشان يعرفوا يلاقوك. وبما انك كنت مستعجل وما رضيتش تديني كل التفاصيل. طيب خلاص يا فرج، خلاص. الاسطار يا مدام. والتاني لسه عطلان. انت عارف ان بيبانه بتفتح على الهوا؟ يبقى جيب لي تليفونات بتوع الصيانه. اجيبه لك استلم لحد دول مكترني. اسف، كنتش عايز اخضك. انت مجنون ولا ايه؟ انت عاوز مني ايه؟ انت عارفه ايه كمان من صفات برج العقرب؟ اوديك في 60 داهيه. وانت بقى قدرك. نزل ايدك. وادي منك هتسمعيني الاخر. لما تقول لي الاول انت وصلت هنا ازاي؟ بده. وعارفه مين اللي اداهوني؟ هو ده. والفلوس دي كمان.
على فكره الشمبانيا اللي شربناها والمايوه على حسابه. انا ما اعرفش ازاي، شكلي دخلت في الخط غلط، بس يمكن حسن حظي او حظي. مش يمكن تكون انت حرامي، مجرد حرامي كذاب نصاب. مش يمكن تكون كذاب. انا هثبت لك. بتعمل ايه؟ هخليكي تسمعيه بنفسك، ولا انت خايفه؟ اخاف من ايه؟ من الحقيقه. الو الو حقيقة ايه اللي انت كنت عاوز ألو. تقولي عليه؟ الو ضيع عاوز يقتلني. أيوة. معاك يا هدى. الو يقتلني انا. بقول لك ايوه. الو معقول؟ ده كل اللي بينا؟ معقول يا ضياء؟ عشان الفلوس؟ ندل بقى، هتعملي له ايه؟ مش قادرة اصدق حاجة خالص. كابوس، وصية، ولست التأمين هما اللي هيحلوا لك كل مشاكلك. انا كنت هديك الفلوس يا ضياء، انت عارف. في الاول برفض وفي الاخر بدفع. هي كده تبدا باول مره، المهم هتدي له كام مره بعد كده. ثم ايه اللي يضمن لك ان انت لو اديتي له المره دي ما يطلبش تاني وتالت ورابع وخامس؟ اكيد في مره هيفكر يتخلص منك. في الحاله دي هتضطري تدفعي له مرتب عشان احرسك. قد كده بتحبيه؟ انت كده خايفة من الحقيقة. بلاش تستغلش ضعفي. انت عارف ضياء بالنسبة لي ايه؟ عارف لما تبقى مؤمن ومتأكد انك لا يمكن هتلاقي الحاجة اللي انت عاوزها وفجأة تلاقيها قدامك. كنت وقتها بفرض كل حاجة، حسيت بالأمان معاك. ثقة من نوع تاني. فاهم قصدي؟ أكبر من مجرد رجل وست، أكبر من كده بكتير. عارف لما تظهر بظهرك قدام بني آدم تحس بالأمان معاه. مش ممكن تتخيل نفسك من غيره. وبعدين بقى انا ماليش في المواقف دي، ما بعرفش اقول ايه. يعني انت لو ما كنت ظهرت في حياتي كان زماني دلوقتي مقتول. عارفه انها غلطتي انا، سبت
ملوش منفذ تاني. خنقته، بس هو كمان كان خانقني طول عمري. بصراحة في الحر ده كلنا مخنوقين. ايه ده؟ انا ما اعرفش تمني كان كام، بس ده اللي معايا دلوقتي. احنا مش موجودين في البيت دلوقتي، من فضلك سيب اسمك ورقم تليفونك بعد سماع الصفار. كل ده عشان ما تبكيش. هدى هدى سامعاني يا هدى مش كده؟ هدى انا في لحظه اتجننت، افتكرت اني ممكن استغنى عنك. مش هتقتله؟ حقيقي انت فاكرني قتال قتل ولا ايه؟ انا بحبك يا هدى.